علم الله تعالى آدم جميع الأسماء، وخلق له زوجته حواء، وأمرهما بالعيش في الجنة وأن ينعمان بكل ما فيها إلا شجرة واحدة حرمها عليهما، وأمرهما بألا يقرباها أو يأكلا منها. وجاء إبليس ليغوي آدم وزوجته ويدعوهما إلى أن يأكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما، وأقسم لهما أنهما إن أكلا منها فسيصبحان من الملائكة وسيعيشان دائما دون موت. أنصتوا إلي جميعا، أنا سأكون خليفة الله في الأرض. هل أنت متأكد يا سيد إبليس؟ سمعت الله تعالى يحدث ملائكته الكرام ويقول: إني جاعل في الأرض خليفة. ليس بالضرورة أن تكون أنت خليفة الله، فهو حتى لم يذكر اسمك. توقفوا عن المقاطعة. إني سمعت الملائكة تقول لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ولماذا تسأل الملائكة؟ ليس من طباعها أن تعترض على أوامر الله. لم يكن السؤال اعتراضا، إنما للفهم والدهشة من أمر الله. فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. سمعت أن الله تعالى أمر ملائكته أن يجمعوا طينا بألوان مختلفة، ولا أحد يدري لماذا، فهذا شأن الخالق وحده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكانت حكمته جل جلاله أن يخلق بني آدم بألوان مختلفة، وأمر الله عز وجل القلم أن يكتب أول سطر في تاريخ البشر، وهو خلق سيدنا آدم عليه السلام. وعندما نفخ الله الروح في سيدنا آدم صارت الروح في رأسه، ففتح عينيه وأخذ ينظر، وعندما وصلت الروح إلى أنفه عطس، فنبهته الملائكة أن يحمد الله، فقال آدم: الحمد لله رب العالمين. وأمر الله تعالى جميع ملائكته أن يسجدوا لآدم تكريما للمخلوق الذي أعطاه العلم، لكن العجيب أن إبليس رفض السجود، فطرده الله تعالى من الجنة ووصفه بالرجيم وأصابه باللعنة إلى يوم الدين. فأضاع إبليس نفسه دون فائدة، وطلب إبليس من الله فرصة إلى يوم الدين، وأقسم بالله أن يغوي آدم وذريته جميعا إلى يوم الدين إلا قليلا من عباده الصالحين. فقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولما طرد الله إبليس من الجنة أقسم إبليس أن ينتقم من آدم وذريته، وعلم الله تعالى آدم الأسماء كلها، فأخذ آدم يشير إلى أسماء الأشياء، فتعجب إبليس من معرفة آدم لأسماء الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان آدم يشعر بالوحدة، لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه. ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم: من أنت؟ لم تكوني هنا قبل أن أنام. فقالت حواء: نعم. فسأل آدم: هل جئت أثناء نومي؟ فأجابته حواء: نعم. فقال آدم: من أين جئت؟ قالت حواء: جئت من نفسك وأنت نائم، خلقني الله من ضلعك. فسألها آدم: ولماذا فعل ذلك؟ فأجابت حواء: لتسكن إلي. فقال آدم: الحمد لله، كنت أشعر بالوحدة. فقالت حواء: سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام، ولكن ما أدري ما أجيب. فقال آدم: سأسميك حواء، لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي. فقال الله لهما: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكان إبليس يراقب مع أصدقائه آدم وحواء وكيف يعيشان في سعادة هانئة. لقد عرفت أن الله تعالى يقول لآدم وزوجته اسكنا الجنة وكلا منها حيث شئتما، لكن حذرهما من شجرة معينة وقال لهما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وبدأ إبليس يوسوس لآدم وحواء، فقال إبليس: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقالت حواء: أعوذ بالله منك. وقال آدم: ماذا تريد مني أيها الشيطان الرجيم؟ فقال إبليس: أريد لكما الخير يا سيدي آدم، فأنت خليفة الله في الأرض، وأريد أن أقدم لك خدمة أنت تحتاجها. سأقدم لك الخلد وملك لا يبلى. فقال آدم: وكيف ذلك؟ فقال إبليس: الأمر بسيط، فقط اتبعاني وسأدلكما على الطريق. وتبع سيدنا آدم وحواء إبليس حتى وصل عند الشجرة التي حرمهما الله من الاقتراب منها. ولما رأى آدم الشجرة قال: إنها الشجرة المحرمة التي حرمنا الله أن نقترب منها. فقال إبليس: يا آدم، لقد اقتربت منها. فقال آدم: الله تعالى منعنا من هذه الشجرة وذلك لحكمة. فرد إبليس: بالتأكيد، هو لا يريد أن تكون من الملائكة أو تكون من الخالدين، وأقسم لكما أني من الناصحين، ولن تجد مذاقا ألذ من ثمار هذه الشجرة. فأكل آدم وحواء من الشجرة، وانتصر الشيطان عليهما بوسوسته، وجعلهما يعصيان الله تعالى وهما في الجنة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبعد أن خرج من الجنة هبط آدم وحواء إلى الأرض، وكان آدم حزينا وحواء لا تكف عن البكاء، وتابا توبة صادقة، فتقبل الله منهما التوبة
وأخبرهما الله أن الأرض هي مكانهما الأساسي، يعيشان ويموتان عليها ويخرجان منها يوم القيامة. وكانت حواء بعيدة عن آدم، وسارا في الأرض البعيدة حتى التقيا عند جبل. ونادى آدم: يا حواء، أين أنت؟ سمعت حواء صوت آدم ثم رأته وقالت: أنا هنا، الحمد لله أني رأيتك. فقال آدم: عند هذا الجبل تعارفنا بعد افتراق، سأسميه جبل عرفات. فقالت حواء: لعل جبل عرفات يشهد على صدق توبتنا ودموعنا التي تطلب العفو من الله. فقال آدم: الله أرحم بنا من أنفسنا. فتلقيت كلمات من الله وعرفت أنه تاب علينا وعفى عنا. فسألت حواء: وما هذه الكلمات؟ فقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عرف آدم أنه ودع الجنة، وكان عليه